السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي ومتابعيني من كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة إن شاء الله عودا حميدا، بس بحاجة جميلة جدا موجودة عندك في البيت، بس هتصنعي منها حاجة غالية جدا في السوق. ومن شيء أو من لا شيء هتصنعي شيء حلو جدا 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 وغالي. هنعمل مع بعض السمنة البلدي أو الزبدة البلدي الفلاحي من وش اللبن، يعني من القشطة اللي بنجيبها من وش اللبن. حاجة اهي بتبقى موجودة عندك في التلاجة، بتستخدميها مرة على مرة على مرة، أو بتحوشيها مرة على مرة على مرة. وبعد كده بنعملها سمنة بلدي، ريحتها جبارة جدا، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا جدا، وطبعا أصلية مش مغشوشة، ومميزة ريحة وطعم وكمان شكل. هنبدأ على بركة الله. ده القشطة اللي احنا جمعناها من وش اللبن. بس خلينا بقى نقول مع بعض ان في شرط اساسي عشان تقدري تطلعي القشطة ديت من الوش اللبن، ان اللبن يكون دسم وجايباه من مصدر مضمون وموثوق فيه، ان هو اللي هو اللبن السايب اللي انت بتجيبيه وتغليه، بس بشرط زي ما اتفقنا انه يكون دسم عشان تقدري تطلعي منه كمية حلوة من القشطة. انا جمعت شويه. انتوا الناس اللي متابعاني على طول عارفه ان انا دايما بجمع القشطه، بستخدمها في الحلويات، بستخدمها في المخبوزات. يعني مش بشتريها من بره الحمد لله. فانا جمعت شويه، هم قليلين، بس انت ممكن تجمعي شويه اكتر وتستني فتره اطول شويه لحد ما تجمعي الكميه الكبيره، تديلك كميه سمنه كبيره زي ما انت عايزه. لكن دول على قد ان هم قليلين، لكن طلعوا لي ما شاء الله كميه سمنه حلوه جدا، هتشوفوها في اخر الفيديو. انا كده فضيت السمنه بتاعتي او القشطه بتاعتي، حطيتها في الحله وحطيتها على النار، بس بشرط ان النار اللي انت مشغله عليها تكون هاديه جدا جدا. والشرط التاني ان انت تفضلي تقلبي فيها باستمرار. طيب لو كانت النار عاليه يبقى كده القشطه بتاعتك هتشيط، مش هتطلع لك سمنه. برضو نفس الشيء لو انت سبتيها من غير ما تقلبي باستمرار، هتكتل في قعر الحلة، وكمان هتشيط منك، مش هتطلعي منها السمنة اللي احنا قلنا عليها. يبقى عندك شرطين هم أساسيين ان السمنة بتاعتك تكون ناجحة، ان تقلبي باستمرار، وكمان تكون على نار هادية جدا جدا. هنقلب. هنا بدأت ان هي تفك شوية وتبتدي تطلع الفقاقيع بتاعتها، بس هي برضو لسه شوية قدامها لحد ما توصل لل... اللي احنا عايزينه عشان تقدري تطلعي منها السمنة. بعد شوية بدأت ان هي تشرب بقى المية، او المية اللي فيها تتبخر، وتبتدي ان هي تدخل في مرحلة بقى ان هي تسيح. وطبعا زي ما اتفقنا مع التقليب المستمر. اهي شايفين ما شاء الله بدأت بقى هنا على جنب اهي الزبدة او السمنة بتاعتنا تبان ما شاء الله. بس ريحتها في المرحلة دي كانت حلوة جدا جدا. هنستمر شوية، بعد شوية هتظهر اكتر السمنة وهتزيد كميتها وتتضاعف، بس زي ما اتفقنا بالتقليب المستمر، اوعي تنسي. احنا طبعا عارفين ان السمنة غالية جدا في السوق، فهنا ما شاء الله يعني من حاجة من لا شيء عملنا كمية سمنة حلوة هنحتاجها ان شاء الله في الحلويات والمخبوزات اللي احنا بنعملها مع بعض دايما. السمنة البلدي لا يعلى عليها في كل الاكلات. هنا بعد شوية لقيتها زادت اهو، كمية السمنة زادت، وكل شوية مع الوقت ومع التقليب بتزيد اكتر فاكتر. طيب هنا مش هنا ما وصلتش بقى للدرجه اللي احنا عايزينها. هنا ما شاء الله بدات بقى ان هي تصفر اهي، وتبقى زبده طبيعي جدا جدا ومميزه زي ما اتفقنا. هنقلب هي كده لسه شويه برضو. هسيبها بس حبه كده على النار شويه لحد ما اعرف ان خلاص اللي في القاع ده خلاص نزل كل السمنه اللي فيه. ما شاء الله ريحتها حلوه جدا والله. كده تمام. نبتدي بقى نسيبها تهدى شويه وبعد كده نصفيها. هنصفي السمنة ونستخدم بقى المرطة في أي حاجة زي ما تحبوا. في ناس بتحب تاكلها كده، في ناس بتحطها على المش، في ناس بتستخدمها في وصفات تانية.
انا عامه هركنها كده على جنب، وان شاء الله نبقى نعمل فيديو بيها باذن الله، وهوريكم احنا ممكن نستخدمها في ايه. هنا يعني شوفوا حبة القشطة طلعوا لي ما شاء الله كمية حلوة، يعني حتى لو أقل من البرطمان ده برضو كمية حلوة، يعني حاجة كده جاية لنا ببلاش. هنبتدي نصفيها كويس جدا، وبعد كده هنسيبها تهدى شوية، وبعدين هنغطيها بقى ونحطها في التلاجة ونستخدمها في الأكلات بتاعتنا. وبألف هنا وشفا، وأشوفكم على خير في فيديو قادم بأمر الله، ويا رب تكونوا استفدتوا ولو بفكرة حاجة معينة بسيطة كده. ومع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.